مرحبا بكم. استنفرت عناصر الدرك الملكي بالجديدة مصالحها جراء العثور على جثة امرأة متفحمة على مستوى مدخل طريق السيار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء في ظروف غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن دوار النواصرة بجماعة الحوزية التابعة لنفوذ إقليم الجديدة قد اهتز على وقع العثور على جثة هامدة تعود إلى امرأة متفحمة، بالإضافة إلى وجود آثار جروح على مستوى الرأس. وأضافت المصادر ذاتها أنه من المحتمل أن الضحية تعرضت لعملية تصفية قبل أن يتم إحراق الجثة بالكامل، وذلك من أجل إخفاء معالم الجريمة البشعة التي خلفت حالة من الاستياء الشديد لدى المواطنين. وفي السياق ذاته، فقد جرى نقل الجثمان الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة من أجل إخضاعه للتشريح الطبي الكفيل بمعرفة أسباب الوفاة، بالإضافة إلى التعرف على هويتها التي لا زالت مجهولة، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.